مرحبا، استمتع مع الرياضيات. عودة إلى الزوايا. فيديو لمجرد الهواية والإفادة إن أمكن، وليس لأسباب مادية. مشكلة المسائل فيها زوايا إنه بدك تعرف بس مفردات الهندسة، القوانين الأولية البسيطة مهما كانت صعبة. إذا رجعت فكفتها بتلاقيها رجعت للبديهيات الهندسية، إنه مثلا زوايا المثلث 180 درجة، الزاوية المستقيمة 180، الخط المستقيم. هودي إذا ما بيعرفين الإنسان أبسط مسألة بيسك فيها. عندنا هون بدنا نحسب هاي الزاوية، ما بنعرف شقد. شوف المعطيات اللي معنا. عندي هاي الزاوية 60 درجة والزاوية فوق 40، تمام. ضل عندي معناتها هاي الزاوية 60 و40 بدي كفي على 180، معناتها هاي الزاوية الزرقاء 80 درجة، والطرف الثاني اللي بيكفيها اللي بيكملها أو بيتممها بالأصح 100 درجة. وعندنا هون 35. شقد بتكون الزاوية إي السفلية؟ هاي بتكون 45 بكل بساطة. وبالتالي الزاوية اللي بدنا إياها 135 درجة. سهل. من المشاكل التانية إنه بالفحص يصير في ضغط على الطالب. كليتنا كنا طلاب، هاي المسألة بتلاقيها مانا صعبة بشرط تعرف هالبديهيات، بس الضغط النفسي والفحص ممكن يخلي واحد حتى يتلبك بالجمع. يعني بتصير بالجامعة بتصير إنه بيقلك 60 زائد 40 بيطلع معه 90، بكفي هون الرقم بيطلع الزاوية غلط، وبالتالي كل المسألة طارت. علم الرياضيات دقيق، بس الواحد بده ينتبه. إلى اللقاء.